في نقطه تانية الرجاله بيغفلوها باستمرار، اللي هي ايه؟ النقط بتتحسب ازاي؟ يعني ايه النقط بتتحسب ازاي في العلاقه؟ يعني الراجل مثلا بيميل يعتقد ان انا لو عملت حاجه كبيره قوي دي هتاخد 50 نقطه 100 نقطه في الرصيد ما بيني وما بين مراتي يعني. هي النقطه بالنسبه تتعود لها على كده يعني. لا، يعني مثلا ايه، انا هخرج وهشتغل وهجيب فلوس عشان اجيب عربيه مثلا، اغير العربيه ونروح نصيف في الحته الفلانيه، ده يعادل مثلا ان انا ما اعملش معاكي حاجه 6 شهور مثلا. تمام مثلا. هو بالنسبه له كده، فدي هتغنيكي عن كله. فهي هنا لا، هو محتاج يفهم برضو نفس النقطه، ان هو فهم مختلف اللي هي ايه، ان كل حاجه انت بتعملها للست هي بتحسبها بنقطه، ممكن نقطتين ثلاثه على حسب، بس قصدي ايه، مفيش حاجه كبيره قوي. يعني مثلا لو خدت الزباله زي ما ان انت تجيبها مثلا، هو لو قدر يفهم ان في تعملها. المقابل يعني لو دفع الوفات عشان يخرجهم خروجه حلوه، الاحسن للست كلمه واحده حلوه. ده انا الحياه كلها، السنه كلها، ما انت ما تعيشنيش في عذاب سنه وعايزني في اسبوع مره واحده انسى كل اللي يعني انت بتعمله. دايما الست يقول لك يبل ريقي بس بكلمه حلوه، ويشوف انا هعمل ايه، انا هشتغل بايديا واسناني في البيت ومش هبقى زنانه ومش هنكد ومش عارف ايه. بالظبط. في يعني دايما بيقولوا ان عقل الست في ودنها، بتحب تسمع كلام حلو كتير، وده اي حاجه بتعملها يعني الراجل بيعملها لها فعلا بيكسب بيها نقط، بس هو ما بيعملش كده. يعني لو عمل شاي دي نقط، لو بعد غدا قام غسل يعني مش مفيش فايده. بس احنا محتاجين نفهم ان احنا ما تركزش على نقطه واحده بس وتتوقع ان انت هنا بتاخد رصيد كبير قوي، انت في الاخر بكل اللي بتعمله ده هتاخد نقطه او نقطتين. حاول توزعهم خلال الوقت كله عشان تكسب الرصيد اكتر، عشان هي تحس باشباع معاك. في ذكاء في التعامل يعني. بالظبط، ذكاء في التعامل وفهم احنا بنحسب ازاي. لو انا بحسب كده وهي تحسب كده، يبقى احنا متخيل ان انا بكسب جدا وانا بخسر، او العكس.